مش هيقطع. انت متخيل لو النت قطع؟ ما هي مرحله. طب ما هو التلفزيون، طب ما هو انا ممكن اجي لك من فتره. طب اقول لك على حاجه، تشتغل شغلانه لو الساتلايت لو الكهرباء، لو الساتلايت القمر الصناعي ده بص هو أرضي. بص هو بيتكلم يعني ما كان في ارضي. بص انت مش عارف ان كان في ارضي. بس اصل لو التلفزيون ما بقاش موجود. احنا عايزين نسمعك والله بكلمك جد. انت عارف ان احنا عايزين كنا نرغي. كنا في فيلم انا وعمرو بيتكلم عن انه ان لو النت قطع لمده 10 سنين ورجع هيحصل ايه يعني. في ال10 سنين دول، ال10 سنين، لا هو اللي حصل بقى انه في ال10 سنين حصل ايه في الناس. ولما رجع بقى في ناس ضد ان هو يرجع، عشان من اللي كانوا بيستفيدوا من النت ده لوجرز وبتاع. بص انا بشوفه وسيله بصراحه. يعني هتقول لي انت تخيرني كخالد الفنان اللي النت بيساعده ان هو يوصل لجمهور وان هو يجيله شغل وان هو يجيله فلوس وكل الحاجات دي، لو هتخيرني لا مش عايزه. اوكي انا عايز ابقى دي مفاجاه. طبعا انا عايز ابقى بس هقول لك ليه بقى، هقول لك ليه بجد. عشان انت بتقول انا فنان، يعني انت عندك حاجه، انت عندك حاجه عايز تقدمها. صح كده؟ صح. طب انت لو ما عندكش مش تقول الكلمه. لا مش هقول دي، لان ده اللي محمي بيه اصلا. صح. بس كده انت عشان فاهم انت فاهم موضوعك، فقلت انا راجل عندي كونتنت او عندي فن، عندي حاجه دلوقتي بقدمها كده، لكن اتمنى انها تقدم بطريقه تانية. طبعا واخد بالك؟ لان هو مش هيعيش طول عمره اصلا، مش هيعيش طول عمره على النت طبعا، ومش منطقي. انا دماغي هتبوظ، انا مش عايز دماغي تبقى مصديه، مش منطقي. طب وانت واحد كمان ستاند ابر، يعني انت متعود على انك تبقى واقف على مسرح وبتشوف الجمهور وبتاع كلام كده. احساسك ايه لو انت هتقدم ده ومفيش جمهور قصادك؟ هتعرف؟ لا يعني طبعا. انا ما اعرفش، انا شخصيا كستاند ابر انا كنت بقول لهم يا جماعه ما ينفعش اعمل ستاند اب في ايام ما كانوا عايزين نعمل ستاند اب في التلفزيون، فاهم؟ صح. قلت لهم لا، الستاند اب يبقى لازم يبقى جمهور ومسرح وانتوا صوروا وذيعوا في التلفزيون. يا جماعه هو لما كان بقى، عشان بس تعرف انه في تواصل بين الاجيال يعني. لما كان الثلاثي اضواء المسرح بيقفوا بيعملوا مونولوجات على المسرح وبيقولوا افيهات ونكت جاهزه والكلام ده كله، ده ما كانش ستاند اب كوميدي، كان ستاند اب طبعا. سيبك من ده من كام سنه بقى، ده من سبعينيه كتير. خلي بالك يعني ستينيه سبعينيه. اول واحد انا بقول دايما في التاريخ للستاند اب كوميدي، اول واحد يعتبر ان هو رجع الستاند اب كوميدي او عمل له شكل في مصر كان سمير غانم. لانه كان عنده ربعايه كده، ربع ساعه على المسرح بيعمل ستاند اب، بس كان حاطه جوه المسرحيه. اللي عملوه بره وبيقول لك احنا اللي عملنا الستاند اب والفن ده، ان هم طلعوا الستاند اب من الاطار اللي كان فيه، سواء مسرحيه سواء مسلسل سواء فصلوه وعملوه فن قائم بذاته. بس بالنسبه لي اي وان شو، اي شخص بيقف على المسرح يقدم للجمهور حاجه فن، خلاص. بس بقول لك ما تعملش فيها طيب، بس مش فيها طيب. لا مش طيب، احنا برافو عليك، انت جين زي. لا فاهم يعني ايه؟ مفيش حد في الجن ده طيب خالص. مفيش السويت شيرت ده ما يجيش منه، ما اسموش كده، اسمه هودي اصلا. انت بتوع الجن يا باشا، انت على المسرح اهوت وفاهم، في ناس تحت من الجيل بتاعنا احنا بتشتغلك بايه مثلا، بتشتغلك انت بتهس في حاجه وهم يا هو ده بقى الفن بتاعكم بقى. انت شايف نفسك بقى بودي عادي والله، بقول لهم مش مكانكم بقى، روحوا امسكوا جرايد اقروا بقى ولا بتودي. شفت كمل. ايوه بقى انا جبته. بتودي دي بتفكرني بالحلقه بتاعت علي الحلقه الثانيه. ايوه قال لك بنودي. لا كان اول مره نسمع اللفظ ده. دوس ودي. بص هي فيها سرعه ومترجم. انت مترجم وبتاع، فاهم يعني؟ مش انت فاهمني، الموضوع مش فهم، انت بترجم. انت تحول من ده. لا في فاهم. كانت من 4 سنين في قاطع الكلام. معانا دي لسه شغاله معاكم. ما هو تمام. قاطع الكلام. انت السلسله دي عامله معاك شغل. بس القطع دي لو حاجه انا عايز اقول لك اللي هو ايه، انت بتصيع عليا وانا فاهم. لا ده حد صاع، فانا بقول لك يا عمرو قاطع. يعني انت فاهم الحوار ده. ما هو ايوه يا نهار اسود. احنا بعيد قوي يا عمرو. لا خالص والله. انا حاسس ان انا بعيد. بس هم اللي مش عايزيننا. انت شايف القعده اللي انا قاعدها قافلين على نفسنا. انت شايف القعده اللي انا قاعدها. العظيم حاسس ان انا مدام مش فاهم ليه قوي. مريم فخر الدين قوي في نفسي. انت مالك كده؟ فوق كده. مش عارف انا عمال كل ما اسمع انت بتلبس سلسله، كل ما اسمع اقعد كده اكتر، فاهم؟ انت وديت الواد في بادي لانجوج في داهيه. بادي لانجوج فظيع جدا جدا. اوكي طب انا عايز افهم برضه يعني ايه بلوجر؟ يعني في ليه يوتيوب؟ هل بلوجر ده كله بلوج اللي هي الاول اللي هي المحتوى او منصه بالظبط، صح كده؟ لا كان في حاجه زمان المدون. بس مدون ده جاي في الصحافه شويه. كان بيكتب خواطر وكان بيكتب ساعات حاجات بيقول لك انا عندي بلوج. عشان برضه اريحك، الدنيا بايظه خالص. حته ان انسان
عنده محتوى بجد. وانا يعني انتوا مشكله جايبين واحد مش بيتكلم بلسانهم، انا برضو معترض شويه يعني. افتن لنا بقى عليهم ماشي عليهم بقى. ايوه بقى ايوه قول. مفيش حد بيقدم حاجه. قول ما تسكت.